عارف لما تصحى من النوم تلاقي كل حاجة في حياتك اتمسحت، ذكرياتك واهلك وصحابك، حتى اسمك اللي فضلت شايله لسنين كتير، وعمرك اللي عشته يوم بيوم وساعة بساعة، مهنتك اللي فضلت تطورها لسنين طويلة، وبعد ما كنت زعيم في مجالك وبيتضرب بيك المثل تلاقي نفسك مش فاكر نفسك. ده اللي حصل لناس كتير زي الممثل المشهور روبن ويليامز، او الرئيس الامريكي رونالد ريجن، او الممثل المصري عمر الشريف، وغيرهم كتير صحيوا فجأة لقوا نفسهم مش فاكرين نفسهم واصابهم مرض الزهايمر. سنة 1901 اتحجزت مريضة في مركز فرانكفورت اسمها اوجستا ديتر، واللي كان عمرها في الوقت ده 51 سنة. كانت اوجستا بتعاني من بعض الاعراض السلوكية الغريبة زي فقدان الذاكرة قصيرة المدى، وبعض الهواجس والخيالات ان في حد بيهددها بالقتل. وبعد عدد طويل من الفحوصات ومدة كبيرة من المتابعة اكتشفوا ان اوجستا ما عندهاش اي مرض نفسي يوصلها للحالة دي، واعتبروا ان الاعراض دي غريبة شوية. في الوقت ده كان المشرف على حالة اوجستا طبيب الماني اسمه لويس ألزهايمر، واللي شغله جدا حالة اوجستا، وقرر انه يتعمق فيها اكتر لانه حس ان دراسة الحالة دي هيكون وراها اكتشاف كبير. لكن للاسف بعد كام شهر من حجز اوجستا في مركز فرانكفورت كان لازم تخرج من المستشفى بسبب غلاء تكاليفها، وهنا حس الدكتور ألزهايمر ان حلمه في اكتشاف الحالة دي بينهار، فقرر انه يتكلف بعلاجها طول فترة حياتها في صفقة تبادلية بسيطة هيقدم لها العلاج والرعاية الكاملة في مركز فرانكفورت مقابل سجلاتها المرضية ودماغها، ده بعد وفاتها طبعا، واللي ما طولش كتير لان في ابريل 1906 ماتت اوجستا، وتم احضار سجلاتها الطبية ودماغها لمدينة ميونخ علشان يشتغل عليها ويدرس بدقة الدكتور ألزهايمر بمساعدة عدد من الأطباء الإيطاليين، واللي اكتشفوا بعد البحث والدراسة تشوهات دماغية في دماغ أوجستا هي اللي سببت اللي حصل ده، واللي كان سبب في وفاتها مرض الزهايمر. ومرض الزهايمر مرض تحللي عصبي، ومعنى كلمة مرض تحللي انه مرض بيسبب فقدان تدريجي لوظيفة معينة لحد ما تختفي تماما. مرض بيبدأ ببطء شديد وبطريقة غير متوقعة، بيكبر وبيتشرس وبيسيطر على المريض تماما لحد ما بيخلص عليه. ومرض الزهايمر بيبدأ عادة بصعوبة في تذكر الأحداث الأخيرة، واللي بيعرفها العلماء بالذاكرة قصيرة المدى أو الذاكرة الأولية النشطة، وهي قدرة البني آدم على الاحتفاظ بآخر قدر من المعلومات في حالة نشطة. ذكريات حديثة حصلت في آخر كام ساعة أو في آخر كام يوم تقدر الدماغ تستدعيها بسهولة. ومع تقدم حالة المرض بتظهر على المريض أعراض أصعب من كده بكتير زي مشاكل اللغة، وإنه بيفقد الترابط اللغوي بين الكلام والتوهان، واللي العلماء بيعرفوه إنه عكس التوجه. والتوجه ده وظيفة من وظائف العقل بتخلي الشخص مدرك الزمن والموقع الجغرافي وكينونته. يعني حالة التوهان اللي بيسببها الزهايمر دي معناها ان المريض ما بيبقاش عارف هو امتى وفين وهو مين وجه هنا ازاي. ومع تطور المرض بيسبب الزهايمر ضعف فيما يسمى بالدافع، والدافع معناه الشعور بالرغبة او النفور، يعني بتخليه في حالة بين ان هو مش عارف هو عايز ايه وانه مش مدرك انه لازم يتجنب حاجة معينة او يهرب من خطر معين. لذلك تم رصد عدد كبير من مرضى الزهايمر ماتوا بسبب ايه بقى؟ بسبب حوادث السير، لانهم وصلوا لمرحلة انهم مش مدركين الخطر اساسا، وفي نفس الوقت بيتخيلوا اخطار تانية مش موجودة من الاساس. ده غير عدم القدرة على العناية بالنفس والنظافة الشخصية ومشاكل سلوكية كتير جدا جدا. ومع زيادة سوء حالة المريض بيكون قادر انه ياخد قرار واحد بس، وهو الانسحاب من بيته. وبرضه هنلاقي ان تم رصد عدد كبير من مرضى الزهايمر في اماكن بعيدة جدا عن مكان سكنهم، لانهم خرجوا لرغبة منهم في البعد عن البيئة، الصحاب والعيلة اللي اعتاد عليهم طوال عمره. وتدريجيا بيؤدي الزهايمر لفقد المريض لوظائف جسدية ثم الوفاة في ظرف من 3 ل 9 سنوات من إصابته بالمرض، اللي للأسف هو شخصيا ما بيبقاش قادر على تمييزه بدقة. الزهايمر بيصيب 55 مليون بني آدم كل سنة، وكل سنة بيصاب بيه أكتر من 10 مليون حالة، وبيموت بسببه 2 مليون بني آدم كل سنة. كلهم ما بيكونوش عارفين إنهم مصابين بحاجة، ولا مدركين بحالتهم كويس، ولا عارفين هم مين أصلا، وهو مش عارف ولا فاهم إنه لازم يشتكي، واللي حواليه بيعاملوه على أساس إنه كبر وخرف. الزهايمر ملوش أسباب معروفة بالظبط، وبعد التطور العلمي الرهيب ده كله إلا إن كل الأسباب المسببة للزهايمر هي مجرد محفزات على زيادته زي الاكتئاب والوراثة وإصابات الرأس، لكن سببه الحقيقي محدش لسه اكتشفه. مرضى الزهايمر بيعانوا حول العالم لأنهم مش فاكرين نفسهم، فحبينا إننا نفتكرهم بحلقة.